هلو هلو. الفيديو ده هنتكلم عن منحة الماجستير اللي عاملاها Southern Federal University أو جامعة الجنوب الفيدرالية، ودي فيها برامج بالاتنين، اللغة الإنجليزية والروسية، ومفتوحة لمجالات كتيرة قوي زي هندسة الكمبيوتر، الاقتصاد والإدارة، اللغات، السياحة، التربية، التجارة، العلاقات الدولية وغيرها كتير. لكن المرة دي مش هكون لوحدي، هيبقى معايا دكتور بولا رضا، ممثل رئيس الجامعة في دول أفريقيا والشرق الأوسط، وكمان دكتور في كلية السياحة في جامعة الجنوب الفيدرالية. يلا بينا دكتور بولا، ايه الأخبار؟ تمام تمام، الحمد لله. ازيك يا مالك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. عايزاك تعرفنا اكتر عن جامعة الجنوب الفيدرالية، وايه البروجرامز اللي ممكن ادرسها في المنحة. جامعه الجنوب الفيدراليه عندنا من اقوى الجامعات، ويعتبر اكبر صرح علمي موجود في جنوب روسيا، او ممكن نقول في روسيا كلها لو بصينا على الترتيب الاكاديمي للجامعات لسنه 2023. طيب، بالنسبه لل ترتيب الجامعه العالمي، ترتيب الجامعه العالمي طبعا بعد الازمه الروسيه للاسف الترتيب قل شويه. بس لو هنتكلم على ترتيب الجامعه العالمي قبل الازمه الروسيه، كانت بتحتل المرتبه رقم 500 على الترتيب العالمي، وده ترتيب كويس جدا جدا بالنسبه لترتيب الانترناشونال او العالمي. زي ما قلنا ترتيبها في روسيا هي 17 على مستوى روسيا، طبعا بعد جامعات موسكو وسان بطرسبرغ وكازان. المدينة عندنا بتتميز جدا بالجو الدافي. يعني طبعا كله بياخد فكرة عن روسيا ان هي تلج والجو البارد. لا، احنا عندنا المدينة بتقع في الجنوب زي ما قلنا، ومن اهم مميزاتها هو الجو الدافي. يعني جوها ممكن نقول زي جو تركيا بالظبط، لان احنا قريبين جدا من تركيا، بيفصلنا عن تركيا البلاك سي. البرامج اللي موجودة في المنحة عندنا، هنبدأ بالبرامج الأدبية، تخصصات الإدارة والتجارة والسياحة واللغات. لو هنتكلم على البرامج العلمية، عندنا الفيزياء وعندنا الأحياء وعندنا هندسة الكمبيوتر وعندنا برامج الذكاء الاصطناعي. طيب دلوقتي انا عرفت ان الدراسة عندكم بالانجلش وبالروسي، ده لكل البرامج. لكل التخصصات احنا اخترنا تخصص. احنا في التخصصات اللي انا كلمتك عليها دلوقتي دي يا ملك، هي التخصصات اللي احنا بنشتغل على تطويرها بقالنا فترة. وكان من اهم الاهداف عندنا ان احنا نوفر البرنامج ده باللغه الانجليزيه، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نقتطن اكبر عدد او نستهدف اكبر عدد من الطلاب متحدثين اللغه الروسيه وغير متحدثين اللغه الروسيه. واحنا حققنا ده بالفعل السنه اللي فاتت، احنا عملنا نتيجه كويسه جدا ومكملين ان شاء الله. حلو قوي. طيب الشهادة اللي باخدها بعد ما اخلص الماجستير، هل هي شهادة معتمدة دوليا ممكن اشتغل فيها في اي بيها في اي حتة في اوروبا؟ الشهاده، جامعه الجنوب الفيدراليه هي جامعه مصنفه زي ما قلنا تصنيف عالي على المستوى العالمي، وفي بيننا وبين اوروبا اتفاق ختم الابوستيل. الناس اللي ما تعرفش ايه ختم الابوستيل ده، هو ختم اوروبي بيعتمد الشهادات الغير اوروبيه. يعني لو في اي شهاده غير اوروبيه معتمده من بختم الابوستيل، يقدر ان هو عادي جدا يعتمدها في اوروبا ويشتغل بيها في اوروبا، مفيش اي مشكله. طيب، في نقطة مهمة جدا لازم ألفت نظر الناس ليها برضو. عندنا في مصر، احنا عندنا في مصر المجلس الأعلى للجامعات كل سنة بيغير القائمة بتاعة الجامعات الروسية. هو في جامعة الجنوب الفيدرالية اختار بعض التخصصات واعتمدها، وفي تخصصات تانية هو ما بيعتمدهاش. ولكن الفكرة هنا مش في الاعتماد، لان زي ما قلنا مرحله الماجستير او شهاده الماجستير، ودايما بقول للطلاب كده في الاول وفي الاخر هي يعني انت بتيجي تعمل بحث علمي. الشهاده اللي انت بتاخدها دي بتاخدها نتيجه مشروع او بروجكت معين انت عملته، وفي الاخر خدت الشهاده بتاهلك بعد كده لسوق العمل. ففكره ان هي معترف بيها مثلا، او المجال بتاعك معترف بيه في مصر او لا، هو طبعا حاجه مهمه جدا، ولكن مش في المقام الاول. لان الماجستير بيعتمد في الاول وفي الاخر على قدرتك كشخص، تقدر تعمل ايه، تقدر تضيف ايه للعلم، وتقدر ان انت تشتغل في المجال ده. فاي حد، اي صاحب عمل بيبص في المقام الاول مش للشهاده، بيبص لمشروع التخرج، رساله الماجستير بتاعتك تقدر تضيف للمجال ده ايه، ودي حاجه مهمه جدا. فطبعا احنا عندنا المجلس الاعلى للجامعات بيبقى ليه يعني مواصفات معينه لاعتماد الجامعات، وكل سنه بتتغير. يعني احنا مثلا ممكن السنه الجايه تلاقي كل التخصصات عندنا اعتمدت، ممكن السنه اللي بعدها الجامعه تشتغل من الاعتماد زينا زي اي جامعه تانيه. حلو قوي. طب لو مش بنتكلم بس على مصر، بنتكلم على دول الوطن العربي عامة، الجامعة هناك معتمدة ينفع اشتغل بيها؟ جامعه الجنوب الفيدراليه معتمده في كل الدول العربيه، في كل الدول العربيه. الدوله الوحيده اللي حاطه شويه
المتعاقدات في الاعتماد هي دوله مصر. عايز اسالك، المنحه بتشمل ايه؟ يعني ايه اللي الجامعه هتدفعه لي، وايه اللي انا هكون مسؤوله عنه هدفعه؟ هو بس عشان نكون متفقين ان كل المنح الروسيه هي مقدمه من وزاره التعليم العالي الروسيه. بيتم ترويجها عن طريق ثلاث مؤسسات. اول مؤسسه عندنا هي مؤسسه الروسا ترودنتشستوا، اللي هي المراكز الثقافيه الروسيه اللي موجوده عندنا في مصر وفي الدول العربيه وفي كل دول العالم. بيتم الترويج للمنح دي عن طريقهم. وده عن طريق طبعا، اكيد سمعتي عن المنحه الروسيه اللي هي فتحت من فتره، ده عن طريق موقع education راشن. طيب، بعد كده تاني حاجه الاوبن دورز. الاوبن دورز برضو دي مؤسسه موجوده هنا في روسيا، بيتم التقديم عليها، بتاخد برضو حصه المنح بتاعتها من وزاره التعليم العالي. اخر منحه عندنا هي منحه مخصصه للجامعات. احنا عندنا الجامعه بتخش زي مسابقه او زي مثلا بتشترك في برنامج معين وبتفوز بعدد مقاعد عندها. احنا السنه اللي فاتت فزنا ب 150 مقعد، السنه دي احنا فزنا ب 500 مقعد، فالعدد كبير جدا. فاحنا ال 500 مقعد دول متخصصين او مخصصين للجامعه عندنا من قبل وزاره التعليم العالي. طيب، المنحه بتشمل ايه او بتقدم ايه؟ هي منحه زيها زي الاوبن دورز، زي منحه المراكز الثقافيه، نفس بتغطي مصاريف الدراسه بشكل كامل، وبتدي مرتب شهري من 2000 روبل ل 4000 روبل. لو غيرناها بالمصري يعني من 1000 جنيه مصري ل 2000 جنيه مصري. طيب، المرتب ده بتديه ليه؟ علشان يقدر الطالب بعد كده ان هو يغطي مصاريف الاقامه بتاعته. يعني هو بياخد مثلا المرتب الشهري من الجامعه ويقدر ان هو يدفعه في السكن الجامعي، اللي هو برضه بيتراوح مصاريف الشهر بتاعته من 2000 روبل ل 3000 روبل على حسب نوع الشقه اللي هو السكنيه اللي هو قاعد فيها. بالنسبه للسكن الجامعي برضو خليني اذكر كده بسرعه. احنا عندنا السكن الجامعي خدناه برضو منحه من هيئه الاسكان الروسيه. احنا نظام شقق، يعني معظم السكنات الجامعيه المتعارف عليها في روسيا هي سكنات نظام الكاريدور، يعني بيبقى فيه زي اوض ومطبخ وحمام مشترك. احنا هنا بنتميز عندنا في الجامعه ان احنا شقق منفصله للطلاب، يعني الطالب بيبقى عنده اوضته، بيبقى عنده مكانه الخاص بيه، الحمام المطبخ الخاص بيه، مشاركه بس جاره او الروميت بتاعه، مش كل الكاريدور او مش كل السكن زي اللي موجود في السكنات المتعارف عليها في روسيا. فالسكن بتاعنا زي ما نقدر نقول ان هو نظام شقق سكنيه. الطالب بيتمتع فيه بالبرايفسي لاعلى درجه. عندنا امن وكاميرات 24 ساعه، عندنا مساحه كبيره جدا لالعاب الطايره، كره القدم، جميع الممارسات الرياضيه ممكن الطالب يقوم بيها. عندنا حمام سباحه برضو في السكن خاص بينا وخاص بالطلاب جامعه جنوب الفيدراليه. الحاجات اللي مش شامله المنحه او ما بتغطيهاش اي مصاريف هتتم، مثلا زي تخليص الورق، الترجمة، الحصول على الفيزا، الحصول على أختام أو موافقات، الطيران، التنقلات. الحاجات دي كلها المنحة ما بتدفعش. طبعا في دول تانية، يعني برضو خلينا نقول ان في دول تانية بتدفع، بتغطي الكلام ده كله من مصاريف سفر، حتى تذاكر الطيران، حتى مصاريف الفيزا كمان. ولكن المنحة المقدمة من وزارة التعليم العالي الروسية في اي جهه ان كانت مقدمه من الجامعات نفسها او من عن طريق روسيا ترودنشسترا، ما بتقدمش اي حاجه اضافيه غير بتغطي بس مصاريف الدراسه وبتغطي مصاريف السكن اللي هو عن طريق مرتب شهري. طيب عايز اسالك، انا دلوقتي هحتاج اصرف حوالي قد ايه في الشهر، وهقعد قد ايه؟ يعني مدة الدراسة قد ايه، وانا في الشهر ممكن لو انا جاي اصرف حوالي قد ايه؟ لو هنتكلم عن دراسه الماجستير، طيب خلينا الاول نبدا بدراسه الماجستير، وهي اصلا الهدف بتاعنا النهارده من حديثنا النهارده. الماجستير سنتين لو هتدرسي باللغه الانجليزيه، او لو انت اوريدي عندك لغه روسيه وهتكملي على طول دراسه باللغه الروسيه. ده بيبقى مدة الدراسة سنتين. طيب، لو عايزة تدرسي باللغة الروسية ولكن ما عندكيش لغة روسية، بنأهلك، بنديكي حاجة اسمها سنة تحضيرية أو كورس تحضيري لمدة سنة تدرسي فيه اللغة الروسية وبعض المواد في تخصصك اللي انت هتكملي فيه بعد كده باللغة الروسية. بيعتبر يعني زي تدريب أكاديمي، بحيث أول ما تخشي تبدأي الماستر بتاعك يكون عندك خلفية عن المواد باللغة الروسية أو ملمة بالمصطلحات اللي ممكن تستخدميها بعد كده في دراستك. ده بالنسبة لمدة الدراسة. طيب، بالنسبة للمصاريف، خلينا نتكلم برضو يا ملك عشان تكوني معايا في الصورة، ان لكل مدينة في روسيا، مدينة دولة كبيرة جدا، آسف، روسيا دولة كبيرة جدا جدا، مساحتها خطيرة. يعني الناس في الجنوب تختلف جدا عن الناس في الشمال، والعكس صحيح.
فلو جينا اتكلمنا مثلا عن مستوى المعيشه في مدينه راستوف ندن، اللي هي المدينه اللي بتقع في جنوب روسيا اللي موجوده فيها الجامعه، بتبدا من 150 دولار ل 200 دولار شهريا. 150 دولار و200 دولار شهريا انت ممكن توفري. انا بكلمك مثلا في مستوى الطالب اللي هو مش هيبقى فاضي ان هو يعمل اكله بنفسه، او ان هو يمشي نظام يومه بشكل معين، يعني لان طبعا الدراسه هنا بتبقى يعني كفيله انها تملى يومك يعني. ف لو هنتكلم عن الطالب اللي هو ممكن يوفر، في ناس ممكن توفر، في ناس بتصرف 100 دولار انا اعرفها شخصيا، بيبتدي ان هو يعمل اكله بنفسه، بيبتدي ان هو يقلل في مصاريفه شويه، يعني يعمل كنترول على نفسه. وفي ناس بتصرف 1000 دولار. فهو لو هنتكلم على الرينج بنتكلم من 150 ل 200 دولار شهريا. ده سعر مناسب جدا، ويقدر الطالب يعيش مرتاح جدا جدا جدا، ويوفي كل طلباته ومتطلباته. اوكي، كده افهم ان انا ما ينفعش اشتغل جنب الدراسه، مش ينفع حاجه تشتغل. اريلاي اون او مش حاجه اعتمد عليها. خلينا ينفع اشتغل؟ نتكلم. طبعا بصي هقول لك حاجه. القانون الروسي هنا بيسمح للطالب ان هو يشتغل خارج مواعيد الدراسه، او خارج مواعيد المحاضرات بتاعته. يعني ايه؟ ده القانون الروسي. طيب لو جينا نتكلم عن الماجستير، طبعا بالنسبه لطالب بكالوريوس انا بقول لك ما ينفعش يشتغل. اي طالب بكالوريوس هيجي روسيا هنا بيبقى طبعا بيدرس 6 ايام في الاسبوع، وعنده يوم واحد اجازه اللي هو يا دوبك يخلص فيه التاسكات اللي مطلوبه منه. الدراسه بتبقى صعبه جدا وجديده. بالنسبه للماستر لا، الماستر احنا بندرس 3 ايام في الاسبوع، بيبقى طبعا يعني من الصبح لحد الساعه 5 6، دراسه قويه جدا. عندك 4 ايام بعد كده تقدري انك تشتغلي فيهم. ليكي الحق قانونا ان انت كمان تعملي عقد، يعني تنزلي وتعملي عقد مع شركه. طبعا بيطلبوا منك الجدول بتاع الجامعه بتاعك والمحاضرات، بحيث ان هو لما يحط لك مواعيد شغل تبقى خارج مواعيد المحاضرات، عشان ما يحصلش اي عليه، ما يحصلش اي عليه اي غرامه، او ان هو يخالف القانون. ولكن طبعا الطلاب كلهم بيشتغلوا. كل الطلاب، انا لما كنت طالب في مرحله الماجستير والدكتوراه انا كنت بشتغل، وكنت بخلص بطلع من جامعتي بروح على شغلي وهكذا وبرجع. وده اللي يعني خلينا نكمل حياتنا هنا ونخلص دراستنا بنجاح. ف وعايز اقول لك ان كل طلاب الماجستير اللي موجودين عندنا هنا بيشتغلوا في مجالات كتيره جدا للشغل عندنا. طبعا هو ده مش موضوعنا، ولكن انا عارف ان الناس السؤال ده يعني اول سؤال بيتسال: انا هقدر ان انا اشتغل واغطي مصاريف دراستي؟ فانا حابب برضه اتكلم عن الموضوع ده. المدينه اللي احنا موجودين فيها بصراحه فرص شغل كتير جدا. لو هنتكلم عن اول فرصه شغل متوفره كمان للاجانب والطلاب، احنا كجامعه متعاقدين مع شركه حاجه كده زي امازون، عشان بس ما نعملش دعايه للناس يعني، بقولها لك انت بعد كده بقى تظبطيها براحتك. هي شركه زي امازون. شركة زي أمازون كده ملك، اسمها أوزون. احنا بنشغل فيها الناس، بيروحوا المخازن بتاعتها، يبتدوا ان هم يصنفوا البضاعة عشان يبعتوها للناس، يجي بعد كده الدليفري ياخدها ويوصلها للناس. فبياخدوا مرتب مش وحش، يعني اليومية بتاعتهم ممكن توصل 1000 جنيه. ده بالنسبة لمصر طبعا رقم كويس جدا. يقدروا ان هم يغطوا يعني يعيشوا حياتهم ويوفروا كل حاجة لنفسهم هنا. الطلاب كلها بتشتغل هناك على فكرة بشكل قانوني، والشغل مريح جدا. بالنسبه للبنات ممكن يكون الشغل ده صعب على البنات. احنا برضو متعاقدين مع مدارس لغات. يعني انا عندي هنا مثلا البنات اللي سافروا معايا السنه اللي فاتت دول بيشتغل عندهم خبره في تدريس اللغات. هم اصلا خريجين كليه ألسن عين شمس. تعاقدنا مع بعض المدارس اللي موجوده هنا عندنا في المدينه ان هم يدرسوا لغات زي الانجليش والفرنش والايطالي والصيني. فبرضو بالنسبه لشغل البنات قدرنا ان احنا نتعاقد مع بعض المدارس. في بقى شغل تاني. لو شخص حابب ان هو طبعا الموضوع ده معروف، حابب ان هو مثلا يجيب عربية ويشتغل بيها تاكسي اوبر او ياندكس، موجود الموضوع سهل جدا. يعني يقدر ان هو يشتغل. يا ملك عارفة اللي بيجي هنا وبيدور بيلاقي، يعني خلينا نقول كده. انا يمكن ذكرت لك الحاجات اللي معظم الطلاب او 90% من الطلاب بيشتغلوا فيها، ولكن في طلاب كتيرة جدا. انا عندي مثلا طالب مصري خريج كلية الطب بيشتغل في الإسعاف دكتور. عندي طالب مثلا بيشتغل في أكبر شركة هندسة هنا برضو، هو لسه في رابعة هندسة عندنا، بيشتغل في أكبر شركة هندسة ليها علاقة بالتصميمات المعمارية آه، للمخازن والحاجات اللي هي التقيلة، يعني شغل صعب جدا. فاهماني ازاي؟ فلا، الطالب بيقدر ان هو يلاقي شغل. الموضوع مش صعب يعني زي ما انتم فاكرين. طبعا خلينا نتفق ان حضور المحاضرات ده شيء مهم جدا، لان يعني ده نقدر نقول كده ان هو
يعني بيوري المدرس قد ايه الطالب ده ملتزم وان هو فعلا جاي عشان يدرس. ده رقم واحد. رقم اتنين، الطالب مش بسهولة ان هو ممكن يشيل مادة او ان هو ينزل في مادة، بالعكس. المدرس هنا بيفضل ورا الطالب لحد ما يعدي المادة. هنا احنا عندنا في السياسة الروسية او في نظام التعليم الروسي في حاجة اسمها نظام إعادة المواد. يعني ايه؟ يعني مثلا لو المادة ما نجحش فيها او ما عداش فيها في اول امتحان، يقدر ان هو بعدها باسبوع يخش الامتحان مره تانية، يعمل محاوله ثالثه، يعمل محاوله رابعه. في الاخر خالص لو المحاوله الاولى والثانيه والثالثه ما نجحتش، بيبتدي ان هو يعملوا له زي لجنه، واللجنه دي تبتدي ان هي تختبره الشفوي، بحيث ان هم عارفه يا ملك يطلعوا يعني اصغر معلومه عنده. يعني انت يعني قول اي حاجه. وده اللي بيحصل فعلا مع الطلاب، بحيث ان مفيش طالب ينزل ولا يسقط. فموضوع لو هنتكلم عن التعليم في روسيا، التعليم في روسيا بجد سلس جدا. وانا شايف ان هو في مستوى كل الطلبه. يعني لو حد فعلا مهتم وحد فعلا بيحب المجال اللي هو بيدرس فيه، هيقدر يعدي بكل سهوله، مش هيلاقي صعوبه خالص بالنسبه لنظام التعليم الروسي. حلو قوي، ده نظام التعليم. عايزاك تكلمني بقى اكتر عن المنحه. اولا ايه الشروط اللي لازم تكون عندي عشان اقدم على المنحه؟ طيب خلينا نبدا باول حاجه، ان لازم يكون، احنا عندنا دي منحه ماجستير، فلازم يكون الشخص حاصل على درجه البكالوريوس. ولكن احنا عملنا استثناء بسيط كده لطلبة المرحلة الرابعة أو طلبة سنة رابعة بكالوريوس. إيه هو الاستثناء؟ إن هم يقدروا، طبعا هو لسه ما اتخرجش، يقدر إن هو يقدم على المنحة، ولكن بشرط واحد بعد تخرجه مباشرة. لأن مثلا احنا بنقدم دلوقتي على منحة 2024 2025، فالدراسة هتبدأ شهر 9 الجاي. فطلبة سنة رابعة دلوقتي يقدروا ان هم يقدموا عليها، وبعد التخرج كل اللي مطلوب منه ان هو يبعت لي شهادة التخرج بتاعته مباشرة. يعني هو بعد حصوله على المنحة كمان يقدر ان هو يبعت شهادة التخرج. لو لا قدر الله حصل ان هو ما نجحش او ما عداش، بعمل له حاجة اسمها سنة أكاديمية، وبأجل له المنحة لمدة سنة للسنة اللي بعدها، بحيث ان هو يقدر يتخرج من جامعته ويقدر ان هو يسافر. طيب تاني حاجة، هو لو هيدرس برنامج باللغة الإنجليزية، يكون إجادة اللغة الإنجليزية عنده مستوى يعني اتليست B2، علشان يقدر ان هو يعني يدرس يستوعب طبعا اللي بيتقال. احنا مش طالبين ان هو يكون بيرفكت في الانجليش ولا بيتكلم بشكل كويس. لا، الفكره كلها لو هو عنده لغه بس للكوميونيكيشن، يقدر ان هو يفهم ويستوعب المعلومه اللي بتتقال له، ويقدر ان هو يتواصل مع الاساتذه والدكاتره، ما فيش اي مشكله. احنا بنقبل الطلبه بالمستوى ده. في موقع احنا اونلاين، احنا ممكن ناخد اي شهاده في موقع اونلاين احنا يعني معمول مخصوص لتحديد مستوى الانجليش. ببعت اللينك بتاعه للطالب، بيبتدي ان هو يخش يعمل تيست بسيط جدا كده، وبيطلع له شهاده اونلاين بيبعتها لي وخلاص. هو حتى مش محتاج يقدم الشهاده دي على الموقع بتاع المنحه. هو كل مطلوب منه انه يبعتها لنا على الميل وخلاص، واحنا بنكمل بنعمل ابروف للورق بتاعه وخلاص. فالموضوع سهل اوكي جدا. حلو. يعني احنا بصي يا مالك، برضو عشان الناس تبقى فاهمه و... وتبقى مستوعبه اللي بيحصل. احنا في صف الطالب. يعني احنا اي حاجه هتكون، فعلا بكلمك بجد، واحنا عندنا الجامعه هنا يعني اللي يعرف او اللي يسمع عن الجامعه بتاعتنا هيعرف ان احنا هنا دايما بنقف جنب الطالب، دايما بنحاول على قد ما نقدر ان الطالب ياخد فرصته. فاحنا حتى لو الانجليش بتاعه مش قوي، وهو شخص مهنيا شاطر، اصل برضه هرجع اقول لك ان ده ماستر. انا محتاج منه اكتر من ان هو يجي ويدرس، محتاج منه ان هو يجي ويعمل بحث علمي، محتاج يجي ان هو ينشر مقالات علميه، محتاج ان الشخص ده يجي يشتغل على بروجكت معين ويحقق فيه نتيجه. ده اللي هيفرق معايا اكتر. فطبعا مستوى اللغه احنا في موقع محدد، ببعت اللينك بتاعه للطالب زي ما قلنا، وبيعمل التيست وخلاص. مفيش اي مشكله، يعني الموضوع سهل. طيب تاني حاجة، معرفة اللغة الروسية. الطالب عشان يخش مباشرة يدرس الماجستير من غير سنة تحضيرية، لازم يكون عنده برضو ما يثبت معرفته للغة الروسية. علشان كده احنا دايما بناخد طبعا المتاح في مصر دلوقتي، يا اما خريجين كلية ألسن قسم لغة روسية، يا اما خريجين كلية آداب قسم لغة روسية. دول بناخدهم مباشرة على سنة أولى ماستر من غير سنة تحضيرية باللغة الروسية. يا اما الطلاب اللي درسوا اللغه الروسيه في المركز الثقافي الروسي. هي ما تعتبرش سنه تحضيريه، ولكن برضو احنا بنعمل استثناء عشان نوفر على الطلبه وقت. بنعتمد برضو وبناخد شهاده المركز الثقافي الروسي
كاثبات لمعرفه اللغه الروسيه. طيب، ده تاني اهم شرط، هو معرفه اللغه. ايه الحاجة التانية الجي بي اي اللي محتاجة يكون معايا؟ هل في جي بي اي ادنى في البكالوريوس؟ خالص خالص، احنا روسيا من برضو نظام التعليم في روسيا او السيستم بتاع روسيا، ان انت ممكن تخشي اي تخصص انت عايزاه. يعني مثلا انت معاكي، انت دلوقتي بتدرسي ايه مثلا يا مالك، لو هناخدك كمثال؟ اعلام. تدرسي بس انتوا مش اعلام. عندكم اعلام، انا عارفة. ما عندناش اعلام. انت ممكن تيجي تكملي بعد كده في الاداره، ممكن تيجي تكملي في البيزنس، ممكن تيجي تكملي بعد كده في السياحه، ممكن تيجي تكملي في اي تخصص انت عايزاه. هنا مفيش شروط، مفيش شرط معين بيجبرك ان انت مثلا تكملي في تخصص ليه علاقه بالتخصص بالبريفيوس او الدراسه القديمه بتاعتك، يعني او دراسه البكالوريوس بتاعتك. مفيش الكلام ده. اوكي، طريقة التقديم على المنحة. انا دلوقتي معايا الشروط دي، محتاجة اقدم على المنحة، اعمل ايه؟ تمام. احنا زي ما قلنا ان اول حاجه عشان تقدري تقدمي على المنحه هيكون معاكي شهاده بكالوريوس. خلينا نبتدي من النقطه دي. تاني حاجه لازم يكون معاكي باسبور ساري لحد 2026، مش قبل كده. طبعا بالنسبه للتقديم على المنحه السنه دي في 2023 لازم يكون باسبور ساري لحد سنه 2026. طيب، تالت حاجه هنتكلم عليها هو بيان الدرجات. مهم جدا قوي بيان الدرجات يا ملك، يعني شهاده التخرج، بعد كده الباسبور، يجي اخر حاجه بيان الدرجات. طيب بيان الدرجات ده انا عايزه ليه، او ليه ايه اهميته؟ بيان الدرجات ده بيوريني انت في فتره دراستك المواد اللي انت درستها، الدرجات بتاعتك اللي انت خدتها. يعني انا بقدر اميز من بيان الدرجات ده انت ايه النقطه اللي عندك انت قوي فيها قوي، وايه النقطه اللي عندك انت ضعيف فيها شويه. طيب، ده بيأثر على ايه بعد كده؟ ده بيأثر على لان في الاول وفي الاخر العدد كبير بيقدم على المنحه. احنا عندنا زي ما قلت لك 500 مقعد، انا اتقدم لي مثلا 1000 او 2000 واحد. طيب، ببتدي ان انا اختار الناس اللي عدت الامتحان. مثلا طلع لي 1000 واحد، ببتدي بعد كده اخش على المرحله الثانيه ان اختار الناس دي عن طريق امكانياتهم او درجاتهم في مرحله البكالوريوس. يعني انا مثلا بخش، انت خريجه اعلام، انا محتاج مثلا انها تكون قويه جدا في التاريخ، عشان انا محتاج عندي مثلا في كليه التاريخ طلبه هناك للماجستير. ببتدي انا اخش اشوف مثلا درجاتك في التاريخ، درجاتك مثلا في العلاقات الدوليه، درجاتك مثلا في المواد التانيه اللي عندك، وبناء عليه ببتدي احدد انا هاخدك في انهي قسم عندي. فعشان كده مهم جدا بالنسبه لي، ده بيبقى في مرحله التصفيات بتاعه المنحه. فده مهم جدا بالنسبه لي بيان الدرجات. الثلاث مستندات دول يا ملاك لازم يترجموا للغه الروسيه، مهم جدا. طيب، اول مستند الشهاده زي ما قلنا، الباسبور وبيان درجات. طيب بالنسبه للطالب اللي في سنه رابعه زي ما قلنا احنا عملنا استثناء وممكن يقدمه. طيب احنا هنا بنستثنى شهاده تخرج، بس لازم يعمل لي بيان درجات بالثلاث سنين، سنه اولى وثانيه وثالثه، ولو متوفر كمان الترم او السمستر من سنه، اول سمستر من سنه رابعه، يعمل لي برضو بيرفقوا بيان الدرجات ويترجموا للغه الروسيه وبنعتمده وبناخده. طيب، الترجمه. بالنسبه للترجمه احنا قابلتنا مشاكل كتيره السنين اللي فاتت، ان معظم الترجمه كان بيبقى فيها اخطاء نتيجه ان الطلبه بتترجم في مراكز غير معتمده. طيب الاخطاء دي بتعمل ايه؟ لازم برضو ننبه على النقطه دي. بعد حصولك على المنحه تيجي بعد كده عشان انت تسافر تلاقي الترجمه غير مطابقه لاسمك في الباسبور او بياناتك في الباسبور. بيجي بعد كده ان انت بتتمنع من السفر. نتيجه ان انت بتتمنع من السفر، انا عندي المقعد الدراسي ده بيتم الغائه. يعني انا خسرت مقعد دراسي علشان بس غلط في الترجمه. فاحنا كجامعه قررنا السنه دي ان احنا الترجمه هتكون فقط لا غير عن طريق المراكز الثقافيه او عن طريق المراكز المعتمده من قبل الجامعه عندنا. وانا وفرت فعلا في مصر مركزين للترجمه علشان الطلبه يقدروا يترجموا فيها ترجمه صحيحه تتناسب مع المنحه عندنا، وفي نفس الوقت ما يكونش فيها اخطاء ويكون سعرها كمان مناسب. لان المراكز الثقافيه بصراحه الفتره اللي فاتت، مش بس في المركز الثقافي الروسي، بيترجموا اسعار الترجمه بتبقى مبالغ فيها يا ملك الصراحه يعني. فعلشان كده احنا قدرنا ان احنا نوفر مراكز للترجمه للطلبه في مصر وفي روسيا، والاختيارات كتيره جدا، يعني ان هم يقدروا يترجموا ترجمه تتوافق مع شروط المنحه باسعار تتناسب معهم كده. اوكي، طيب ايه المراكز دي او الاقيها فين؟ احنا عندنا جروب على التليجرام في كل المرشحين للمنحة، احنا بننزل عليه طرق التقديم، بننزل عليه المراكز وارقام التليفون. انا ممكن ابعت لك ارقام التليفونات دي وابعت لك كل البيانات بتاعت المراكز دي، مش مشكلة. الناس تقدر تتواصل معاهم وبس يعرفوا ان هو من طرف دكتور بولا، او ان هو بيقدم على منحة جامعة الجنوب الفيدرالية.
دي بالنسبة لطريقة التقديم على المنحة. بعد ما يكون عندك الملفات أو المستندات دي وجاهز ومترجمين للغة الروسية، كل اللي بتعمله إن أنت، إحنا برضو عندنا بلاتفورم معين للتقديم على المنحة، هبعت لك برضو اللينك بتاعه عملك. الطلبة بيخش يعمل أكاونت، يعمل تسجيل، وبيبتدي بعد التسجيل يرفع الملفات أو يرفق الملفات اللي هتطلب منها. طيب، بعد ما بيرفع ملفات وبتدي ان احنا نراجع الملفات ونراجع البيانات ونديله ابروفل ان كل حاجه تمام، بيتبعت له رساله تاكيد على الايميل بتاعه. بيبتدي ان هو يعمل كونفirmation للايميل بتاعه. بعد كده بينتظر المرحله الثانيه. ايه هي المرحله الثانيه؟ ودي اهم مرحله عندنا لازم نتكلم عليها، هي مرحله الاختبار. الطالب عشان يفوز بالمنحه بيخضع الى اختبارين. اول اختبار هو اختبار معلومات عامه، تاني اختبار هو اختبار في التخصص نفسه. عشان كده أول اختبار الطالب ممكن يختار أكتر من تخصص يقدم فيه. تاني اختبار عندنا بيتم تحديد التخصص اللي الطالب عايز يكمل فيه بعد كده بناء على رغبته. طيب، الاختبار الأول عندنا هو عبارة عن اختبار، في أنا السنة اللي فاتت كان متاح فقط أونلاين، ولكن السنة دي احنا قدرنا إن احنا نوفر فرصة كمان لكل الطلاب المصريين والعرب، ان هم يقدروا ان هم يمتحنوا الامتحان ده يا اما اونلاين يا اما بشكل كتابي، يعني امتحان تحريري. طيب، في ناس تقول لك لا، انا التحريري هيبقى صعب جدا بالنسبه لي، انا الافضل ان انا امتحن اونلاين. المشكله ان البلاتفورم اللي عاملينه يا ملك صعب جدا. يعني انت لو مثلا قدام الكاميرا قاعده بتمتحني، لو بصيتي على جنبك او بصيتي مثلا في ورقه او البرنامج لاحظ ان انت فتحتي اي براوزر تاني وانت في اثناء تاديه الامتحان، بيتم الغاء المنحه وطردك من الموقع. فطبعا احنا السنه اللي فاتت يعني كان مقدم عدد كبير جدا معانا، عايز اقول لك ان 70% من المتقدمين على المنحه اترفضوا بسبب تقني، اترفضوا بسبب ان البلاتفورم السيستم بتاعه قفل لهم الاكونت وطردهم من اللجنه او تاديه الامتحان. فالسنه دي طبعا احنا بعتنا شكوى لوزاره التعليم العالي، وهم سمحوا لنا ان احنا نعقد الامتحانات دي تحريري. طيب، الامتحانات دي تحريري هتعمل ازاي؟ اول امتحان هو امتحان سهل جدا، اللي هي المرحله الاولى. ممكن الطالب ياخده اونلاين وممكن ياخده تحريري، مفيش مشكله، هو لان هو ما فيهوش كاميرا فهو ما فيهوش اي مشاكل. الامتحان التاني هو الاصعب، اللي هو فيه كاميرا، اللي هو بيحصل يعني حصل فيه مشاكل كتيره. ده احنا حددنا اماكن تحت، يعني خدنا زي مكان في المركز الثقافي الروسي وكذا مؤسسه في كذا محافظه في مصر، بتكلم عن مصر دلوقتي، وبرضو عندنا شركائنا في سوريا، في مكان برضو في سوريا اللي عايز يروح يمتحن بيروح يمتحن تحت إشراف لجنة معينة من الجامعة. اللي هيكون مسؤول عن اللجنة دي أنا إن شاء الله هنزل شهر 12، من شهر 12 لحد شهر واحد هيتم تأدية امتحانات، أنا اللي هكون مسؤول عن اللجنة دي. وفي سوريا برضو هيكون دكتور عزيز في جامعة دمشق هو المسؤول عن اللجنة دي. وباقي الدول العربية إن شاء الله جاري دلوقتي المباحثات عشان نقدر، يعني هنشوف قد إيه العدد على حسب عدد الطلاب هنقدر إن إحنا نوفر أماكن، وغالبا بيبقى في المراكز الثقافية في الدول دي. طيب، الموضوع يخض شوية، مركز ثقافي ولجنة وناس وإشراف الكلام ده كله تحريري خالص، مفيش الكلام ده. إحنا زي ما قلت لك وهرجع أقول لك تاني، إحنا هدفنا في الأول وفي الآخر إن الطالب ياخد فرصته. فعشان كده انا واحد من الناس اشرافي على او الكنترول اللي هعمله على اللجنه دي، يعني الكنترول اللي هعمله على الطلاب اثناء تاديه الامتحان هيكون ليا هدف واحد بس، هدف ان الطالب ده فعلا مهتم وعايز يطلع يكمل دراسه بره. اي حاجه تانية انا عارف ان الامتحان صعب، عارف ان يعني من الاخر هيبقى فيه تسهيلات يا ملك ان شاء الله، يعني الموضوع مش هيبقى صعب، هنمشي الدنيا. طيب أفكر نفسي إزاي للامتحان ده؟ يعني الامتحان الأولاني ولا الامتحان التاني؟ أذاكر، أقعد أقرأ حاجات، مظبوط إزاي طبعا. أجهز نفسي؟ تخصصك، يعني انت مثلا خريجه اعلام تمام وحابه ان انت تكملي في الاداره، فمجرد معنى ان انت حابه تكملي في الاداره اكيد عندك معلومه عن المجال، مش هتخشي مجال من الصفر، وبالذات دي مرحله ماجستير لازم تكوني مؤهله. ف ف برضو انا زي ما انا عايز الطالب المجتهد الشاطر، انا مش عايز الطالب اللي عايز يخش خلاص عايز يجرب، ما هو يجرب دي بياخد فرصه حد تاني. فلا، انا عايز الطالب اللي عنده معلومه، انا عايز الطالب اللي هيفيدني اللي هيجي يشتغل معايا. فعشان كده المعلومات العامة اللي في الاختبار الأول هي معلومات سهلة.
يقدر ان هو يستخدم الانترنت. على فكره احنا ما بنمنعش السيرش، تمام. انا بقول لك ان الامتحانين الاول والتاني ممكن يكون اوبن بوك عادي جدا، يدوروا ويعملوا ريسيرش زي ما هم عايزين، مفيش مشكله. اهم حاجه بس ان الطالب فعلا يكون عنده المعلومه. لان انا هقول لك حاجه، انا ليه مش ضد ان الطالب يبحث عن المعلومه اثناء الامتحان ويجيبها؟ لان لو الطالب اصلا ما عندوش مش ملم بالمجال، هو مش هيعرف يلاقي المعلومه وهيجاوب غلط. يعني حتى لو انت اديته انترنت واديته كتب واديته كل حاجه وقعد واديته امتحان، هيجاوب غلط لو هو فعلا ما عندوش المعلومه. فالامتحان مش هيبقى تعسفي عشان نكون فاهمين، بالعكس هيبقى مرن جدا، وهنسمح فيه ان الطلبه يعني يدوروا على مراجع ويقدروا ان هم يحددوا اجابتهم يعني براحتهم خالص، فيبقى معاهم وقت كبير. اوكي، حلو قوي. طيب كده اتكلمنا على الاوراق اللي محتاجه تكون معايا والترجمه، واتكلمنا عن طريقه التقديم. هدخل على الويب سايت وهنحط الويب سايت في الفيديو وفي الكابشن تحت. بسجل بياناتي، وبعد ما اسجل بياناتي بستنى ميعاد اول امتحان، ممكن اخده اونلاين او تحريري. وبعدين بستنى ميعاد الامتحان التاني. عديت من الامتحان التاني، ايه اللي بيحصل؟ مباشره بعد 10 ايام من تأدية الامتحان التاني بتنزل النتيجه. طيب بيتم الإعلان عن النتيجة الفائز بالتخصص بتاعه برقم التخصص بتاعه. بعد كده بيتم فتح لجنة التظلمات. يعني إيه؟ يعني مثلا في طالب حاسس إن هو جاوب كويس بس هو ما خدش درجة كويسة، حاسس إن هو لا المفروض إن هو يكون يحصل على المكان ده، أو اتقبلتي في تخصص واترفضتي في تخصص تاني مثلا، فانت لا انا عايز اخش التخصص التاني ده، انا مش عايز اخش ده، وليكن في الامتحان الاولاني يعني، لان الامتحان الاولاني احنا ممكن نخش اكتر من تخصص. بتبتدي ان انت تكتبي تظلم وتقدميه، في ظرف 10 ايام بيتم النظر وبيتم اعلان النتيجه. اتقبل التظلم بتاعك بتتقبلي على طول بدون اي حاجه، اترفض التظلم بتاعك بيتبعت لك رساله اعتذار ومكتوب فيها السبب ليه تم الرفض. وده مهم جدا عشان الناس تقدر ان هي تحاول يعني يعرفوا ايه الاخطاء اللي وقعوا فيها السنه دي ويبتدوا ان هم يصلحوها السنه الجايه. وعندي طلاب كتير قوي السنه اللي فاتت تم رفضهم وكانت عملوا التظلم ورجعوا وكملوا الماستر معانا عادي جدا. اوكي، اتقبلت. ببدأ اتواصل مع الجامعة، بيساعدوني مثلا في الفيزا. هل بيبقى في ورق معين عشان وانا بقدم على الفيزا اتقبل كطالب؟ الدنيا دي الجامعة عادي بتساعدني فيها، صح؟ الجامعة احنا عندنا هنا فريق عمل كبير جدا، فريق عمل كبير بيشتغلوا يعني. الايميل بنرد على الايميل على طول، ما فيش اي مشكلة. بنبعت للطالب كل البيانات وكل التفاصيل. على الموقع بيتم اصدار الدعوة. يعني الطالب في ظرف مثلا يعني بداية من شهر 7 بيبتدي إصدار الدعوات عشان يقدر إن هو في شهر 8 يروح يتوجه للقنصلية ويحصل على الفيزا ويقدر إن هو يسافر. طيب احنا طبعا بنبلغهم، بنعرفهم ان الدعوات نزلت برجاء التوجه للقنصليه. بنبعت معاهم حاجه اسمها بالروسي كده النابرافلينيا. ايه النابرافلينيا دي؟ النابرافلينيا ده هو مستند بيطلع من وزاره التعليم العالي، بيقر ان الطالب فلان الفلاني حصل على منحه في مجال او التخصص الفلاني للجامعه الفلانيه. وبناء على المستند او النابرافلينيا دي اللي بتطلع في اي منحه دراسيه في روسيا، بياخدها وبياخد معاه رقم الدعوة، بيتوجه إلى القنصلية الروسية، بياخد ميعاد طبعا عن طريق الويب سايت بتاعهم، وبعد كده بيتوجه للقنصلية الروسية، ومن خلالهم بيقدر إن هو يقدم على الفيزا وياخدها من يوم ل 10 أيام مدة استلام الفيزا. بعد ما بيستلم الفيزا يبتدي إن هو يتواصل معانا، يحجز تذكرة الطيران بتاعته ويتواصل ويعرفنا، يتواصل مع الفريق بتاعي ويعرفنا هو جاي امتى بالظبط. بنبتدي ان احنا نحجز له السكن الجامعي بحيث ان هو يجي على طول يبقى متوفر السكن. بنحجز له المواصلات الداخليه بالنسبه للقطر، بالنسبه للكلام ده، او بيتعامل مع شركات تحت في مصر مثلا، يتوجه لشركه بتحجز له القطر، بتحجز له الباصات، لان هو مش هيعرف ان هو تحت يحجز الحاجات دي كلها. يا اما يتعامل معانا في الجامعه احنا بنحجز له الكلام ده ولما بيجي بيدفع الفلوس، يا اما بيتعامل مع اي شركه سياحه تحت او الشركات المسؤوله عن الحجوزات زي حجز الطيران، الباصات، القطوره، بيحجزوا له الحاجات دي كلها ويوفروا له كمان كل الحاجات المطلوبه. احنا بقى دورنا كجامعه ان احنا بنوفر له استقبال، بنستقبله في المطار او بنستقبله في محطه القطر او الباص على حسب وسيله المواصلات اللي هو يوصل لنا بيها. بنبتدي ناخده، بعد كده نتوجه للسكن الجامعي، نخلص له كل الورق بتاعه في يوم. بعد كده تاني يوم بنبتدي ان احنا نخلص له التحاليل الطبيه اللازمه، لان في مجموعه من التحاليل الطبيه لازم يعملها اول ما يخش على الاراضي الروسيه. وبعد ما يخلص كل التحاليل الطبية ويبتدي إن هو يخلص كل أوراقه ويمضي كل التعاقدات، عقد السكن
وعقد الدراسة في الجامعة، يبتدي إن هو بعد كده يكمل دراسة بشكل مباشر ويتفرغ خالص، يعني ما بيبقاش مطلوب منه أي حاجة تانية بقى. خلاص اوكي، ميرسي جدا دكتور بولا لوقتك وعلى كل المعلومات دي. واي حد عايز يقدم دلوقتي هسيب لكم الويب سايت تحت في الكابشن. كمان في الشانل بتاع التليجرام هسيبها لكم تحت، بيقدموا عليها كل الاوراق والحاجات اللي ممكن تساعدك في الامتحانات، واي داتا جديده هتلاقوها هناك. بس اشوفكم في فيديو جاي، باي باي.